ورجعنا لكم بفيديو جديد. النهارده هنشوف مع بعض طريقة رسم الايلاينر بطرق مختلفة، وهنستخدم فيها اللاصق الخاص بالايلاينر، وهنستخدم طرق كتير داخل الفيديو. تعالوا نتابع الفيديو مع بعض عشان نتعلم احدث صيحات رسم الايلاينر. اتمنى تستفيدوا النهارده من الفيديو، ومنتظرة تعليقاتكم تحت المقطع وتقولوا لنا رأيكم فيه، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة لو اول مرة تتابعونا. تعالوا نشوفوا بقية الفيديو بس بعد الفاصل الصغير ده، خليكم معانا. معاكم قناة عالم ايمي ويومياتها. قبل ما نبدأ الفيديو معاكم ما تنسوش تضغطوا على لايك الجميل اللي بيشجعنا، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة الحصرية. اهلا بيكم من جديد. سواء كنت بتحبي رسم الايلاينر البلاستيك او رسم الايلاينر المط او الثابت، طبعا في الوان كتيرة من الايلاينر، في منهم الازرق، في منهم الالوانات اللي فيها جليتر، في طبعا الايلاينر الاسود. تقدري تستخدمي اللي بتحبيه. اول حاجة بتسحبي العين زي ما انت شايفة كده في اخر رمش من العين، وبعد كده بتبدأي تاخدي خط وتاخدي من اخر الخط لحد العين، تطلع معاكي الرسمة اللي احنا شايفينها ديت. في طرق طبعا موجودة داخل الفيديو للمبتدئين اللي هم اول مرة يرسموا الايلاينر، هيبقى طريقة سهلة معاكي وبسيطة للعين المبطنة والعين المسحوبة. هتلاقي كل ده داخل الفيديو. زي ما احنا شايفين رسمت الايلاينر بمنتهى السهولة، ما فيهاش اي مشكلة. وبنحط الكونسيلر جنب الايلاينر كده وتحت العين وطبعا بتستخدمي الكونسيلر فوق الحاجب وتحت الحاجب. بنبدأ ننظف كده حوالين العين عشان لو في سمار تحت العين او حاجة، وبكده نكون خلصنا معاكم رسم الايلاينر. وفي طبعا حيل هنشوفوها اللي هم اول مرة يرسموا الايلاينر. بملقاط مثلا بتبدأي ان انت تحطي عليه في الاطراف بتاعته، تبدأي تعملي علامة وبعد كده تمشي بالايلاينر عليها. طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش اي حاجة، هتقدري تتعلميها بمنتهى السهولة. اسيبكم مع بقية الفيديو. ما تنسوش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس على القناة لو اول مرة تتابعوا قناة عالم ايمي ويومياتها، وتابعونا على صفحة الفيس قناة عالم ايمي ويومياتها. كل ده موجود عندكم في حول في القناة على الصفحة الرئيسية. تقدروا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، واي حاجة عايزين تسألوها اكتبوها لنا في التعليقات وهنتابعكم بإذن الله. واتمنى لكم مشاهدة ممتعة. باي باي.